واحد صاحبي اقترح عليا المطعم ده وقال لي ان الكميات عندهم بالنسبه للسعر جامده قوي، بالاضافه ان الكواليتي عندهم عاليه قوي. تعال نشوف بقى رأيه صح ولا لا. النهارده بقى هنجرب مطعم إلمو، موجود في المنصورة في شارع جيهان قبل بوابة التربية وانت جاي من على الكورنيش. القعدة هناك رايقة قوي، وهو كافيه ومطعم في نفس الوقت. جبنا من عندهم بقى كام حاجة كده عشان نجربها ونقول رأينا. هنبتدي بقى بأول حاجة بالطاسة الجامدة قوي دي، بتبقى طاسة باستا كده وايت صوص وعليها جبنة من فوق، وعليها 8 قطع ستريبس زي ما انت شايف كده، غرقانة ستريبس من فوق. طعم الستريبس والكراست بتاعته والقرمشه والتتبيله بتاعته جامده قوي، وطعم الباستا كمان جامد قوي، والجبنه كمان اللي بيستخدموها جامده قوي. الباستا دي سعرها 85 جنيه. زي ما انت شايف كده الكميه بالنسبه للحجم انا شايف ان هي كويسه جدا جدا جدا، وفعلا الكواليتي عندهم عالي، والكميه بالنسبه للسعر انا شايف ان هي كويسه من اول تجربه على طول. نخش بقى على طاجن النجريسكو ده المشكل لحوم. الطاجن زي ما انت شايف كميته برضو كويسه جدا، ونفس الباستا ونفس الجبنه، بس ده بقى محشي من جوه لحمه مفرومه وببروني وسوسيس. والطاجن ده بالحجم ده سعره 75 جنيه. نخش بقى على السناك بوكس، وده بقى وجبة عبارة عن واحد فينو وفرايز ورز بصوص الريزو وقطعتين بروست حجمهم كويس جدا. وصوص الريزو ده نفس الصوص بتاع كنتاكي بالظبط. الرز كان طعمه كويس، وقطعتين بقى البروست كده كان حجمهم كبير جدا زي ما انت شايف كده. والفراخ كانت مستوية كويس جدا، والقرمشة بتاعتها جامدة قوي، والفراخ بيضة من جوه ومش مزيتة خالص. والوجبة دي سعرها 105. انا شايف بقى ان الاسعار عندهم كويسة جدا، يعني الكمية بالنسبة للسعر كويسة جدا. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهاردة في مطعم إلمو. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة. اشوفكم في فيديو جديد وتجربة جديدة.